ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. طمنونا عليكم تحت في التعليقات. بصوا في خنفان لسه. ها يعني هو عدى يومين بالظبط من الفيديو اللي فات. كنت الفيديو اللي فات كان يوم الاحد. النهارده التلات. بصوا هتلاقوا النون معانا كتير. المهم، انتوا عاملين ايه؟ طمنونا عليكم. الناس اللي بتقعد تفر في الفيديوهات القديمة من غير ما تكتب لي تعليق هزعل منكم بجد. اكتبوا لي تعليقات كده على الاقل، طمنوني عليكم. طمنوني عليكم. ماشي. المهم عايزه افرحكم. شلتها اخيرا، شلت الستاره اللي بقالي كل فيديو بقول لكم عايزه اشيل الستاره دي عشان انا تعبانه كده. بس لازم اشيل الحاجه واتنطط واعمل. لا لا لا، لازم وقت ما كنت تعبانه اعمل الحاجات اللي ما بعملهاش اصلا وانا مش تعبانه. لازم، معرفش انا لوحدي ولا انتوا زي كده. لازم الفرق. طب ما انت تعبانه الوقت يعني، وانت تعبانه تعملي الحاجات اللي انت ما كنتيش بتعملها. معلش معلش، ما اقدرش. المهم كنت عايزه افتح معاكم موضوع كده في السريع، بما اننا خلاص قربنا على رمضان. ففي حد اقتراح كده لجروب، يعني احنا عاملينه اسمه اطعام الطعام، او انا دخلت فيه يعني عليهم كده. هما بيعملوا افكار علشان يعملوا اطعام. يعملوا اكل للناس، شنط كده، اكل جاهز او شنط. المهم بيجمعوا من بعض وبيعملوا. ففي واحدة دلوقتي قالت ايه؟ قالت احنا خلاص داخلين على رمضان، ما تيجوا نجمع من بعض على قد ما نقدر كل شهر، واللي هنعمل بيه او الفلوس اللي معانا هنعمل بيه شنط لرمضان. ياه، ياه. يعني جت على الحاجة اللي نفسي اعملها قوي قوي بجد. انا عماله اقول ايه يا رب، انا نفسي والنبي يا رب اعمل شنط كده، واجيب بقى باكيتات ملح وباكيتات سكر وحاجات كده، واملى بقى الشقه واقعد اعمل في الاكياس. الله على الفرحه، الله على الفرحه. والله العظيم نفسي في الحاجه دي. فهي بقى جات لي على الوجه، عارفين. ف قالت كده. رحت عملت سكرين شوت، جريت لماما انا معاكو، هم اصحاب ماما اصلا. فماما انا معاكو وش. فقلت اقول لكم ايه رايكم تعملوا حاجات زي كده معاكم، مع اصحابكم قصدي، مع جيرانكم، مع اخواتكم. عادي، حتى لو انتي واخواتك 3 4، مع بنت خالتك، مع ابن خالتك، مع اي حد تدخليه. المهم تدخلي كذا حد كده معاكم وتجمعوا فلوس، وكل شهر تعملوا الحركة دي. او تجمعوا لغاية ما تروحوا لرمضان وجمعوا تعملوا الحاجة دي. انا كنت بقول ايه، يعني ممكن نعمل كده حتى في الايام العادية او في الشهور العادية. نعمل الموضوع ده. حتى لو فطار، حتى لو جبتي بيضة ورغيفين وقطعتين جبنة اللي هي مثلثات ولا حاجة، وعملتهم في شنطة بلاستيك اللي هو بتاع السندوتشات، وتوزعيها الصبح، بدل ما الراجل مثلا اللي هو العامل او اي حد رايح لسه هيفطر هيدفع مثلا 20 جنيه اقل حاجة عشان يفطر بيها، لا انتي وفرتيها عليه. ودي مش فكرتي، دي ناس كتير طلعت قالتها، فانا بوصلها لكم. ماشي، مش مني يعني. بس فانا حبيت اقول لكم الفكرة دي. لو حابين تعملوا حاجة زي كده الحقوا، ويلا يلا بجد. بفرح بالحاجات دي وبفرح يعني هقول لكم خلاص. بصوا احنا كنا كذا سنة بنعمل يوم 27، انا ومامتي واختي وكده، كنا بنجمع من بعض ان شاء الله. يعني انا مبقاش معايا فلوس مثلا اجيب لهم مثلا الشنط، اقل حاجة الشنط اللي هيحطوا فيها، فاهمين؟ المعلقة اللي الشخص ده هياكل بيها كده. فاقل حاجه كنت بساهم بيها. بص طب انا خلاص هجيب لكم ما انا مش معايا، مش عارفه اجيب لكم وانا مش بشتغل، فانا مش معايا، فاهمين؟ فكنت بساهم باي حاجه. فانا كنت حابه اقول لكم يعني الموضوع ده، اللي احنا مره جايبين كفته او لحمه مفرومه يعني من عند الراجل، مجهزه الكفته اللي هي كفته الحياتي زي ما بيقولوا عند الجزار يعني. وعملنا مكرونه محمره وكام كفتايه كده، كل ده في طبق ومدخلينه في الكيس، وشكرا على كده ومعلقه بس. وبابا واخويا بقى هم اللي نزلوا ايه وزعوا. في ناس تقولك انا مش عارفه اوزع، انا مش عارفه يعني ما عنديش حواليا ناس. لا، ربنا هيبعتهم لك وانتي نازله كده. هتنزلي هتلاقي الناس دي في وشك، بجد ربنا هيبعتهم لك. فكذا فكرة اهو، ممكن تزودوا انتوا كمان في افكار كده تكتبوها تحت في التعليقات. آه
ما تستنوش لما يكون معاكم فلوس جامدة يعني عشان تعملوا 50 شنطة و100 شنطة والكلام ده. يعني دايما بقول لنفسي ايه، ربنا ما قالناش حاجة معينة، ان شاء الله يعني رغيفين وعلبة جبنة صغننة كده واديها لشخص واحد، انت وفرت على شخص واحد ان هو يفطر بس. ف نفسي اعمل معاكم حاجة زي كده. يا لو وصلنا للموضوع ده بجد، لو عملنا فيديو اللي هو انا عاملة النهاردة اطعام، يبقى يعني لوحدي، يعني مش مشتركة مع حد، مع ان عادي انا بقول لكم اشتركوا مع الناس يعني، فانا اشترك بس آه... نفسي اعمل كده جدا، فادعوا لي جدا، ادعوا لي جدا، ادعوا لي قوي، ادعوا لي كتير، ادعوا لي ان انا اعمل حاجه زي كده لوحدي. ما اعرفش ليه، هو ايه الطمع اللي احنا فيه ده؟ ما هو انت هتاخد الثواب كده او كده، بس معلش انا حابه اعمل كده، معلش. فادعوا لي ان انا اوصل لكده، اني ابقى معايا المقدره ان انا اعمل بقى اللي انا الشنط الكتير دي، واجيب باكيتات بقى وبطرم انا الصلصة بالباكيتات ومكرونات وكده بقى، ونملى الشقة بقى كده. يا نفسي قوي والله، يا ربنا يرزقني ويرزقكم ويرزق كل الناس والناس يعني ما توصلش اللي هي تبقى محتاجة حاجة زي كده. يعني مش عشان انا ابقى عايزه اعمل كده الناس تبقى فقيره حضرتك يعني، معلش، لا ربنا يرزقنا كلنا والله يعني، كل واحد ربنا يبعت له رزقه، الحمد لله. المهم يلا بينا نشوف روتيننا. انا دلوقتي يعني هتلاقوني منفخه شويه عشان انا صحيت بدري و نمت تاني بعد العصر، نمت تاني بعد العصر. دلوقتي احنا بعد المغرب، يا دوبك لسه مصليه المغرب. عندي حاجات كتير قوي في المطبخ مقلوب والله. افتكرت المطبخ شكله عامل ازاي، لسه ما دخلتوش. المطبخ مقلوب، وعندي طماطم كنت عايزه اغسلها واحطها على النار، وبعد كده لما تبرد ابردها اضربها واصفيها وكده نكيسها زي ما قلت لكم قبل كده. يعني بصوا انا بقول لكم في حاجه في فيديو، وفي فيديو تاني نبقى نعملها. الستاره دي بقالي كام فيديو كنت بقول لكم عليها ما نزلتش غير النهارده، وانا تعبانه ومش قادره اخد نفسي. ما علينا، فيلا بينا نقوم. عادي عم الحاج ده بيفضل معانا طول الشتاء، محطوطة هنا، وواحدة تانية بتبقى استنى بتبقى محطوطة هنا. اسدين قصر النيل ما عنديش مكان ليهم، مش هفكهم كل مرة. بس فيلا بينا نقوم نشوف ورانا ايه، ونشوف المطبخ وراه ايه هنعمل فيه ايه. بس الستارة كمان عايزة تتنشر، هخش انشرها دلوقتي بالمرة وانا لابسة الازاز كده، وهعمل مواعين وارجع لكم عشان اكون قاعده الاشتغل، عشان انا بتخنق بسرعه ماشي، عشان باخد نفسي بالعافيه والله لازم. وكمان بعمل مواعين بحب اشمر، فاهمين؟ وانا انتوا عارفين اني بحب كده، مع ان ربنا يثبتنا. المهم اخلص المواعين وارجع لكم نعمل بقى الطماطم مع بعض. ايوه افتكرت، انا ناسيها قوي على فكره، الطماطم دي هتبوظ مني والله، بس انا حاطاها في التلاجة. انا رغايه كده ليه؟ يلا على الشغل. خلصت بقى الستاره نشرتها، تعالوا بصوا بقى على المنظر يا اختي، صوتوا معايا نصوت جماعي، ولا واحد اتنين تلاته. بصوا هنا في حاجه هنا لسه ما فتحتلكوش النور اللي هنا. بصي دي، لا 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 استنى اشقى بالله. هخلص بقى واجيلكم. بصوا الحمد لله خلصت المواعين تمام. هعمل بقى ايه، هسلق المكرونه عشان هنعمل مكرونه بشاميل. مين بيحبها زيي؟ انا بقى بعملها بطريقه مختلفه شويه، يعني بدخل بقى فيها جبنه رومي بقى وحركات هتشوفوا دلوقتي. اول حاجه بقى هنحط الميه على النار، بعد كده هعصج اللحمه، ونشوف بقى الطماطم اللي مش عايزه تتعمل دي. يلا نبدا بمرحله العياط. ايه البصل، شايفين ولا لا؟ هيجي كده اهو، يا رب تكونوا شايفين اهو. يا الله، نزلت البصل اهو، وتقريبا كده الميه بتغلي، هنزل بقى المكرونه في الميه. بصوا بقى طلعت فلفلتين الوان من الفريزر، انا بحطهم في الفريزر عشان ما يبوظوش، عشان فين وفين لما بستخدمهم، هو مش فين وفين قوي يعني. بس عشان الحاجه عندي بتبوظ بسرعه، عشان بحب اجيب منه كميه عشان على طول بستخدمه تمام. دلوقتي هقطعه وهحطه مع
اللحمه المفرومه. خلصت بقى تقطيع الفلفل الالوان، احطه في طبق كده على جنب علشان لما احط اللحمه احط ايه حبه منهم كده على الوش بتاعت اللحمه. تمام تمام. وهنا عصقت الحمد لله اللحمه، خلصتها اهي وقفلت عليها، والمكرونه قربت تخلص. عايزه اقول لكم ان الميه قطعت، فعملتها بازازه ميه. هو عندي ميه دلوقتي بس ميه خزان، يعني ما ينفعش اعمل بيها الاكل. الطماطم هتستنى لغايه ما الميه تيجي، فهل هتيجي النهارده ام لا؟ هت هتبقى في الفيديو ده لا لا مش عارفه في ايه بجد. عايزه اقول لكم ان انا كنت بحط مع الفلفل الالوان اسمه ايه ده، زيتون مخلي كده، بس احنا بنحب نحط جنب الاكله دي مخلل الترشي ده البلدي ده. الله الله. المهم فبطلت احط يعني حاجه مخلله مع حاجه كده ما تركبش كتير كده، لان كده كده في المخلل بيبقى فيه زيتون واشياء اخرى مخلله. تمام. بس لو بقى كنت حطيت قرن فلفل هنا يا سلام يا سلام، بس هاكلوه بره لان البنات هتاكل معانا، فمش هينفع بقى احرقه كده. بس لو انتي وجوزك بس اللي بتاكلوا او عيالك كبار بقى وبياكلوا فلفل حراق، جربيها كده هتبقى جميله. المكرونه بشاميل اللي زمان كلتها وهي حراقه لا حته تانية خالص، حته تانية والله. بس فباكل جنبيها بقى الفلفل اللي هو المخلل اللي بيجي مع الطرش ده. عايزه اقول لكم ان الميه جت الحمد لله، يلا بينا اغسلها بقى واحطها في حله كبيره واسيبها على النار. بص اللهم بارك، خلصت وعملت الحله كبيره، فهعلق عليها واغطيها، واول ما تغلي هوطي عليها النار. بس عارفين محتاجه ايه؟ محتاجه بنجر، هتوديها في حته تانية، لونها بيبقى عامل زي الفراوله كده. بس فهحاول اجيب بنجرايه لما اجي بقى اضربه، احط البنجر معاها كده وادخله في الصلصه. حان موعد البشاميل، يلا بينا نعمل البشاميل مع بعضينا. عايزه اقول لكم البشاميل ده لما كان عيالي كانوا بيبيهات، خصوصا ديجا، مجرد ما اقول يا بشاميل واقعد اقلب بقى وخايفه يكلكع مني، تقوم هي تصحى وتقعد تعيط وانا خايفه يكلكع. كل مره اعمل بشاميل الاقيها بتعيط وعايزاني اروح لها. السباتيولا دي مش عايزاها دلوقتي، بحب بقى اعمل بدي زي المضرب السيليكون كده. نعتذر على الصوت الجعوره اللي ورايا فريده بتلعب وديجا بتغني. اطفال والله. بص نزلت اللبن ومرقه بتاعت اللحمه عشان انا بحب المرقه. طب ثواني لو سمحتي، مرقه لحمه، مش بحب مرقه الدجاج، يعني مش بفضلها. تمام. بتاعت اللحمه بتبقى احلى، يعني كل واحد وذوقه بقى. هو اللبن لما يسخن هي هتسيح. لا اله الا الله وحده الصوت ده. هجيب بقى الجبنه الرومي بقى، ودي التاتش بتاعتي، التاتش بتاعي. جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، اي حاجه. موتزاريلا طبعا هتمط وتعمل طعم، بس انا بحب الجبنه الرومي طعمها بيبقى اقوى. دي كانت عندي في الفريزر، ما ضرباها وحطها في الفريزر. ده فلفل اسود عادي ما تخافوش، اللي جوه ده فلفل اسود عادي. بس ونقلب ونحط الملح وبس، كفايه بقى. البهارات اصلا بتبقى مليانه في المرقه، فملح وفلفل اسود وخلاص. في ناس بقى بتزود كريمه لباني وحاجات كده، مش ما بجيبش الكريمه اللباني دي، مش عارفه ليه، يعني ما بعرفش استخدمها في ايه. طيب قولوا لي وظفوها لي كده وانا اجيبها حاضر خلصتها الحمد لله وقفلت عليها. بصوا بقى القوام، بصوا كريمي. بصوا شلت حبه على جنب اهو، وفريده تحت رجلي بتعيط عادي كالعاده. دول بقى هنزل فيهم المكرونه كلها.
هحط بس حبه في الارضيه كده. سخنه جدا الحله، سخنه سخنه. العيال بيتخانقوا مع بعض عادي. بس يا فريده لو سمحتي ممكن اعمل الاكل بعد اذنك؟ ممكن اعمل الاكل، ممكن انزل بس حبه بشاميل كده عليها بحيث ان هي تبقى ايه جوسي كده من جوه. وبعد كده هنزل كأني كأني شيف، مع ان يعني كلنا بنعملها يعني، بس بحب ايه اتكلم بالطريقه دي. ما علينا، احنا مش بنملاها لحمه لان هما بياكلوا المكرونه ويسيبوا اللحمه وبتترمي حرام، فانا مش هكتر ايه اللحمه قوي. بعد كده بقى احط الفلفل الالوان اللي انا قطعته. هنزل بقى باقي المكرونه. خلاص كده خلصنا. بسم الله، يلا بسم الله. بقى انزلها كده واعمل لها كده اهو، اغزها كده اهو عشان تنزل، عشان تبقى جوسي لوسي. يا رب تبقى كده فعلا. ارش عليها من فوق جبنه، بدل ما احط بيض وكده، لا هي الجبنه هتخليها لونها محمر. وبس كده الحمد لله خلصنا. ننضف بس مطرح ما الحاجات اللي هي كده دي بس. بصوا بقى حبة دول هما اللي اتبقوا من اللحمة المفرومة، هدخلها الفريزر وقت بقى ما اعمل حاجة فيها لحمة مفرومة او كده اطلعها وازود عليها. بصوا بقى على كمية المواعين اللي طلعت منها. هعمل مواعين دلوقتي بقى علشان ما بقاش فيه حاجة في الحوض. وبكده خلصنا المواعين، وفاضل الفقرة اللي احنا بنحبها، فقرة الوردة. نسميها ايه؟ وردة. تمام. لو عندكم اسم تاني احلى من اقترحوا عليا واسمع كلامكم عادي. ممكن لو في حاجة احسن من فقرة الوردة يبقى ايه يعني، زي الناس اللي اخترعوا فقرة الدوشة، معلش احنا نخترع فقرة الوردة عادي، نحن نختلف عن الاخرون. خلصنا ارقصي يا بنت ارقصي، خلصنا. بصوا بقى فتحت عليها دلوقتي وهخليها اللي هو الفرن العادي اللي هو فوق وتحت عادي ربع ساعة، واعمل الشواية ربع ساعة تاني بس علشان البشاميل ما يتقلش، عايزاها جوس. تحت رجلي. هتشاور كده بقى. خلصت والاريا دي نظفتها وظبطتها ونشفتها وكل حاجة، وفاضل بقى المكرونة تطلع وناكل. طبعا الطماطم مش هنعملها النهارده لانها سخنه مولعه، فهسيبها تبرد وبكره ان شاء الله ابقى اعملها كده مع نفسي. فدلوقتي هي بتغلي فوطي عليها خالص ومع نفسها تقعد بقى ساعتين 3 براحتها. ما لقيتش حاجه اعملها، رحت فضيت المخلل بقى، قلت يعني نجهز كده. هو مش هعمل حاجه جنب المكرونه، هو المخلل ده وشكرا على كده. بس هي كده كده فيها اللحمه بتاعتها، يعني هنقعد نجيب بقى بوفتيك ولا بانيه ولا الكلام ده؟ لا شكرا كفايه عليا قوي كده. بصوا بقى المكرونه ما شاء الله طالعه اللهم بارك جميله. بصوا بقى انا حطاكوا على التوابل. علشان الله اللهم بارك الله. بصوا بتعوم. بصوا الجمال، بصوا. بسم الله بسم الله. بصوا عامله ازاي. وبس كده غدانا يكون جاهز. بس قبل ما اروح اكل بقى هقفل على الطماطم، كفايه عليها كده. بصوا دابت اهي بقت مكرمشه كده، خلاص يبقى كده اقفل عليها. قبل ما انهي الفيديو معاكم عايزه اقول لكم المكرونه ما كانتش الطف حاجه. ليه بقى؟ لان البشاميل كان تحس فيه بودره كده في بقك وانت بتاكليه، واماكن سخنه قوي واماكن لا، معرفش يعني. انا كانت نص ساعه في الفرن، اعمل اكتر من كده؟ فهرجع لطريقتي القديمه، ادخلها ساعه في الفرن، اول ما تحمر هخرجها. شكرا بس. وفي نهايه الفيديو او فلوج اقفل معاكم بفي كولا اشربها بقى، وكده يومنا يبقى خلص. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير لاصحابكم، عرفوهم عليا علشان كده اسرتنا تكبر. وكومنت حلو كده زيكم. انا خلاص وصلت. يلا سلام.